السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى نعمل سلطة جميلة، سلطة بابا غنوج بس على طريقة المطاعم. احنا كلنا بنعملها بالبتنجان المشوي، بس النهاردة هنعملها بطريقة جديدة. معايا هنا طماطمتين مقطعاهم طرنشات عريضة، وقرنين فلفل رومي مقطعاهم 4/4، وقرنين فلفل حراق شايلة منهم البذر وفتحاهم بالطريقة دي. وهنا بقى كده قليتهم في الزيت وطلعتهم. وبعد كده معايا طبق فيه دقيق، ومعايا بتنجانة رومي غسلها كويس ورش عليها ملح. وهبدر بقى البتنجان في الدقيق، وهنزل بيها بقى مكان الطماطم والفلفل اللي انا قليته في الزيت كده وهو سخن، وهحمره. هو هيتحمر هيبقى جميل قوي، ولا هيشرب زيت ولا اي حاجة، وبيبقى طعمه جميل جدا. بيبقى شكله كده كريسبي وطعمه كريسبي وطعمه هايل بصراحة. خلاص كده انا بدرت البتنجان، وهنزل بقى بيه على الزيت كده واسيبه بقى يتحمر. عبال ما احمر البتنجان هنجهز بقى الخلطة بتاعتنا. هنحط الطماطم بقى في الكبة والفلفل، وبعد كده هننزل عليهم بملح وفلفل اسود وكمون ومعلقة توم وعصير ليمونة ومعلقة خل و3 معالق طحينة، بس كده. وبعدين بقى هنضربهم كويس في الكبة وننعمهم جدا. ان شاء الله لو عجبكم الفيديو ياريت شير كتير ولايك واشتراك في قناتي مطبخ شامة، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسونيش بتعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني وبتدعمني وبتخليني اعمل فيديوهات اكتر. هنا كده انا بطلع البتنجان، بصوا منفوشة ازاي، مش بتبقى شاربة زيت ولا اي حاجة. وان شاء الله كلكم هتعملوا البابا غنوج بالطريقة الجميلة دي، وهيعجبكم طعمها، وهتقولوا لي في التعليقات رأيكم فيها ايه. بصوا كده خلاص كده انا خلصت كل الكمية، وهنزل بقى على الحاجات اللي احنا طحناها كده في الكبة، الطماطم والفلفل، وهطحنها بقى كويس وانعمها خالص. لازم اطحنها تبقى ناعمة جدا، ما تبقاش فيها اي تكتلات خالص. بصوا كده خلصت قد ايه، وصفة جميلة وسهلة، وده الشكل النهائي ليها. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.